عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر الأخوات الكرام. تاريخ نشر اليوم الأربعاء 29/3/2023 7 رمضان 1444. اليوم بدي أتحدث عن موضوع النوترة، موضوع المترجم المحلف، موضوع عقد البيت اللي تستخرجه مشان إدارة الهجرة ويطلبون منك من النوترة حصرا. أغلب الناس تفكر أنه عندي عقد بيت أروح على النوترة، نوترو خالصين. هذا غير مقبول. في صيغة معينة موجودة بالنوترة لعقد البيت يا جماعة الخير. تمام. أستغرب من الناس، في ناس تقول لي والله كلفني 2500 ليرة، في ناس 3000. أتمنى من الجميع شاركونا يا أخوان، إيش قد كلفك العقد البيت تبع النوترة؟ علق أسفل الفيديو ليستفاد الجميع، ومن أي نوترة استخرجته، سواء كان غالي أو رخيص، يعني مشان نستفيد من بعضنا بالتعليقات. طبعا انا نقل الي عن طريق مترجم محلف، قال لي يا اخي ابو حمزه كل نوتره سعرها شكل. في نوتره يعني ما تاخذ كثير، 40% كزياده بعد الزياده اللي فرضت اللي املتها الدوله على الكاتب بالعدل، يعني جت زياده 100%. في بعض النوترات ياخذون 40%، هم حرين طبعا، هم يدفعون ضريبه للدوله، كل ما زادت القيمه اللي ياخذونها الدوله تزيد ضريبتها. ليس. فقال لي يا أخي، نصحوا الزلمة بطريقة غير مباشرة. حاولت أني أسجل معاه فيديو لكن ما رضي الرجل، يعني كنت طلبت منه أنه يسجل لنا فيديو مشان يستفاد الجميع من هذا الأمر. فقال لي لا يا أخي، ولكن نقل لي أنه النوترة بإمكانه يأخذ منك بعد الزيادة 41% أو يأخذ منك 100%، هو حر. ففي نوترات تأخذ على الوثيقة 330، في نوترات تاخذ 410، في نوترات 500. تمام. في ناس قالوا لي يا اخي انا ترجمت نوترة الهوية السورية كلفتني 600 ليرة، وهي بالاصل تكلف بحدود ال 400 ليرة حاليا. ترجمة 70 ليرة والنوترة 330. ايضا خبرني معلومه هذا الشاب الاخ المترجم المحلف الاستاذ محمد، قال لي يا اخي ابو حمزه يختلف السعر بين لما تكتب العقد عن طريق جواز السفر وبين لما تكتبه عن طريق الكملك او الاقامه. الكملك او الاقامه افضل لانه كلماته اقل، الجواز فيه معلومات كثير فياخذوا اكثر على عدد الكلمات. فنصيحه دائما اكتبوا عقد البيت على اساس الكملك او الاقامه او هويه الحمايه المؤقته او على اذن العمل مثلا. تمام. هي مجموعة من النصائح. طبعا ترجمت نوترة الهوية السورية اليوم عم تكلف 400 ليرة فقط لا غير. يا جماعة الخير مثل ما قلت لكم نصيحة، اسأل مترجم 2 و3 و10، اللي بيها سنيورت اسأل بيها سنيورت. كمان اسأل جماعة أقصراي، اسأل جماعة أحكي عن اسطنبول، جماعة الفاتح. يعني في تفاوت بالأسعار. بعض المترجمين المحلفين ياخذ الوثيقة 200 ليرة أو 100 ليرة. السنة التقيت بمترجم محلف مثلا ياخذ على الوثيقة 50 ليرة ترجمتها. النوترة ثابتة 330 إلى 500. فنصيحتي يا أخي الكريم، وأتمنى من الجميع أي حدا مر بتجربة، يعني أنا مرة تواصلت معي أخت راحت على نوترة من دون حتى ما يحضر صاحب البيت، بس معاها هوية صاحب البيت. طلعت اللهم صل على سيدنا محمد، عقد البيت من النوترة كلفها 700 ليرة، بأيامها هي 650 يا ربي. تمام. يعني الموضوع فيه تفاوت. في ناس تواصلوا معي دافعين 2500 ليرة. فيا أخي قبل ما تستخرج أي وثيقة سواء من المترجم المحلف أو من النوترة، اسأل أكثر من مترجم محلف، جمع لك شيء 10 15 رقم، مو عيب. يعني اليوم تفرق معك 1000 أو 1500 ليرة، أنت أولى فيهم. يعني لو أنه كل شيء صار غالي يعني ما يلامون، يعني سواء المترجم المحلف أو يعني كل شيء صفى غالي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. حبيت أفيدكم بهذا الفيديو، يعني كلام سهل جدا، إن شاء الله يستفاد منه الجميع ويأخذ نصيحة وعبرة. مثل ما ذكرت لكم، أتمنى أي حدا مر بتجربة العقد البيت أو ترجمة نوترة أوراق يعلق لنا كم كلفته ووين هو ساكن. السلام عليكم.